السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست دوس. انا اسمي احمد رأفت، طالب في سنه اولى طبيه هندسه القاهره، ومعايا النهارده محمد ياسر مندوب اولى ميكانيكا. جايين النهارده نتكلم بقى في موضوع مهم قوي ناخد بالنا منه كده، وهو موضوع النوايا. وفي حبه اسئله كتير لازم نسالها لنفسنا، اللي هو ايه الفرق ما بين النيه والهدف؟ ايه معنى ان يكون عايش بنوايا الاخرين؟ طيب ليه نوايا ما اتحققتش لحد دلوقتي؟ ازاي اعرف اصلا ان هي مناسبه ليا ولا لا؟ بس حابب الاول بس ان انا اسلم على ياسر. ازيك يا ياسر، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟ انا زي الفل. بصوا، اوقات كتير بيلتبس الامر علينا في مفاهيم كتير من ضمنها النوايا. يعني ممكن مثلا نفكر النوايا هي الامنيات. هل ده فعلا حقيقة يا ياسر؟ هو للاسف النوايا، في النوايا وكذا ناس كتير قوي، او احنا احيانا لما بنيجي نفكر بنقول ان هما الاتنين نفس الحاجه. اول حاجه مثلا منهم هي النوايا والامنيات، فتيجي تفكر كده الاول وهله تحس ان هي الامنيه. بس لما جيت بحثت لقيت ان في فرق بين الاتنين جامد. يعني كان في جمله كده قراتها في كتاب، بتقول جزء من الناس ينوون، وجزء يتمنون، وجزء الاخير مفكرين ان الاتنين واحد، ودول النسبه الاكبر. فخلينا نشوف الأول الفرق بينهم. خلينا نبدأ بالأمنية. الأمنية هي إن أنت تتمنى شيء وأنت قاعد في مكانك ساكن ما بتعملش أي حاجة. زي مثلا أقول أنا عايز أبقى أحسن واحد في العالم، ممكن يكون فاتح فيديوهات غسيل سجاجيد على الفيس ما بتعملش أي أكشن يوصلك اللي أنت عايزه. النية بقى العكس. النية إن أنت عندك، زي ما نقول، عندك إرادة إن أنت تعمل الحاجة دي فعلا. فهي نية إن أنت عايز تبقى أحسن واحد في العالم، فهتقوم تعمل كذا كذا كذا، يبقى في أكشن أنت بتاخده. حتى لما بنيجي نتكلم، لو ما نشوف حد كده اللي هو عنده نية صادقة وبتاع، بنقول ده عنده نية صادقة، يعني ما بنقولش عنده أمنية صادقة. فهي دي الفرق تقريبا بين النية والأمنية. بس تفتكر يا رفعت، هل دول الحاجتين الوحيدين اللي في فرق بينهم؟ الناس ممكن نكون بنتلخبط فيهم أو فاكرين إن الاتنين واحد أو كده. لا لا خالص، في الحقيقة في حاجات كتير قوي. انا لما جيت بحثت في الموضوع لقيت انه معقد جدا. يعني عندك الفرق بين الهدف والنية مثلا، يعني اول ما تفكر فيه، هو ظاهريا انت ممكن تقول عادي الاتنين واحد. بس لا، في الحقيقة هو مش كده خالص. يعني الحقيقة الهدف هو النتيجة اللي أنا بوصل لها، أو الإجراءات اللي أنا بعملها عشان أوصل لحاجة معينة. ممكن برضو نعتبر إن الهدف شيء مادي شوية، إني بوصل وبشوف الإنجازات دي بعيني، فاهمني؟ لكن النية هي البداية من الأول خالص، يعني هي المشاعر اللي بتيجي وبتبقى خارجة من القلب، من قلبك. وفي برضو معنى النية أساسا في اللغة العربية، هو معناها لغة العزم والإرادة. على كده ممكن نعتبر إن النية مثلا لما أقول إن أنا عاوز أخس بس أنا لسه قاعد في مكاني، لكن لو قمت بقى ظبطت أكلي، عملت دايت، ونزلت الجيم وكده، يبقى هو ده الهدف. اه بالظبط كده، عشان كده بعتبر ان النية هي الستارت بتاعتي، والهدف هو الرحلة عشان تحقق الحلم، والنية دي الهدف حركة يعني من الآخر. وكمان في فروقات كتير قوي. غير كده، زي مثلا ان النية هي حاجة عامة جدا، لكن الهدف هو حاجة سبيسيفيك، ان انا ببقى مقرر. طيب بقى، بما اننا احنا في هندسة، تعال نشوف الموضوع بجهة ماثيماتيكال اكتر شوية. اشرح لنا كده هندسة. يعني ممكن نقول مثلا ان النية هي مجموعة الاعداد كلها، والهدف هو مجموعة جزئية منها. مثلا نقول الهدف مجموعة الاعداد الطبيعية. ايوه حلو قوي زي الفل. طيب خلينا ندخل بقى في الموضوع اللي احنا جايين نتكلم عشان النهارده، وهو موضوع تصحيح النوايا. ايه بقى الموضوع ده يا عم ماسر؟ بص، احنا كل يوم بنعمل افعال كتير قوي من ساعة ما اتولدنا. منهم ممكن نقول مثلا الدراسة، بقالي 15 سنة بذاكر، فكل يوم بذاكر، كل يوم بمتحن. واحنا في الكلية تقريبا كل يوم عندي تسليمة بمتحن. بروح الكلية، أروح أفكر في تسليمة بكرة، بالتالي بقيت كل التفكير في الدرجات. بس هل فعلا يعني، أو هل أصلا لما أنا بدأت أو دخلت الدراسة كان ده في دماغي؟ كنت في دماغي إن أنا داخل أتعلم عشان أجيب درجات عالية عندك حق ولا؟ على فكرة. يعني انا عارف احيانا من كتر ما الروتين بقى عندي بتاع حياتي بيتكرر كل يوم، بقى بيجي على لحظات اللي هو انا بقى بنسى اصلا الرسالة بتاعتنا، او احنا جايين ليه اساسا، نعمل ايه، فاهمني؟ بالظبط. عشان كده لازم كل واحد يفكر أو يراجع نفسه أساسا، هو موجود هنا ليه، أو اختار المكان ده ليه من الأول. سواء دراسة، سواء شغل، سواء في حياته عموما، أي فعل، أي حاجة هو بيعملها كل يوم. من كتر ما الروتين بيتكرر، لا، لازم كل فترة تراجع نفسك وتفتكر انت بدأتها ليه اصلا وكده. ايوه بالظبط، هو ده قصدي. وعارف كمان احنا بنتعلم اساسا عشان العلم فريضة، وعشان نفيد الامة ونفيد اللي حوالينا، ونفيد كل الناس، اهلنا بقى، قرايبنا، اي حد عموما. يعني مش شرط حتى يكون الحد ده احنا عارفينه. فالواحد لازم كده يقعد كل فترة مع نفسه ويراجع أفعاله بقى والنوايا، عشان ما ننساش بعد كده الطريق أو نحيد عن الطريق وكده. ده غير كمان إن مفيش أي عمل بيتم في الحياة بدون نية أساسا. يعني لازم يكون في نية، ثم بعد كده بيتبعها العمل ده. تمام؟ يعني أنت أصلا لما بتيجي بتحط النية بتكتب هدف، عشان كده النية لازم تيجي في الأول. بالظبط. عشان كده خطوة مهمة قبل ما تحدد النية هي ان انت تفكر فيها من كل الابعاد وتستشعرها،
وتبص لها اجتماعيا ودينيا وثقافيا، وتبص حتى العادات والتقاليد بتاعتك والناس حواليك. قبل ما تعمل اي فعل لازم تفكر من كل النواحي. ونيجي بقى بعد كده للمرحلة التانية، وهي انك تبتدي تقيس درجة التوافق بتاع النية اللي انت اخترتها دي مع القدرات بتاعتك ومع مهاراتك. هل انت فعلا هتقدر تنفذها؟ هل هتقدر تعملها ولا لا اساسا؟ وهل النية دي انت اساسا محتاجها، انت بجد محتاجها وهتأثر عليك بشكل ايجابي وتوصلك للغرض اللي انت عايزه ده ولا لا؟ بالظبط، عشان كده لو حددت نية وحسيت ان هي مش مناسبة في اي وقت، انا ممكن عادي اغير تفكيري او اتعلم، او احس ان انا كنت بفكر غلط الاول. فمش عيب او غلط جدا ان انا اغير نيتي او كده. بالعكس، ده الصح اصلا، ان انا لما اكتشف ان انا كنت بفكر في حاجة غلط او كانت نيتي في فعل معين غلط، ان انا ارجع واصلح لنفسي وكده. كلام كبير قوي ده. طب ما تفهمون لنا كده بحاجة تكون ملموسة شوية. يعني افرض مثلا ان انا كنت بعمل حاجة معينة، عمل تطوعي، بس العمل التطوعي ده كنت بكسب منه فلوس شوية او كده. فممكن تكون كانت نيتي الاول ان انا بكسب فلوس، بعد كده حسيت ان هي مش اهم حاجة في الحياة، او مش ده اساسا هدفي. انا كده كده عندي شغل تاني او مصدر رزق تاني وانا بعمل ده. المفروض ان انا لما بدأت، زي ما بنقول تصحيح النوايا، ان انا بدأته اصلا عشان هو عمل تطوعي. فهي دي الفكرة، ان انا مش عيب ان انا لما اقعد مع نفسي وافتكر او افكر اصلا ان الاهم اخد الثواب اهم من ان انا اخد الفلوس. فمش عيب ان انا اصلح تفكيري ويبقى ده نيتي. حلو قوي ده. طيب كنت في حاجة برضو تانية عايز اقولك عليها، في حوار كده اللي هو انك تبقى جزء من النهاية بتاعت الاخرين. طب دي حاجة حلوة حاجة وحشة؟ ما توضحها لنا كده شوية. هو الأول الجزء من النية بتاعت الآخرين ده نشرحه الأول أو نوضحه. هو إن أنت مثلا صاحب عمل يوم منزل إعلان عن وظيفة، فأنت تروح تقدم عشان عجبك المغريات بتاعت الوظيفة دي، فأنت كده اشتغلت عنده وكنت جزء من نيته. بعد كده هتلاقي واحد غيره صاحب عمل تاني نزل إعلان تاني بمغريات أكتر، فهتسيبه وتروح للتاني. فأنت بتشتغل لغرض الشغل حاليا. فين النية؟ أو أنت بتشتغل ليه؟ أو داخل المجال ده أصلا ليه؟ هو بلا هدف. عشان كده لازم تفكر ان انت ما تبقاش جزء من نية اخرين، تبقى عندك رسالتك الشخصية والحاجة اللي انت في رحلتك عاوز توصل لها في الاخر فعلا وكده. فخلينا دلوقتي يا رأفت نسألك سؤال كده. احنا بعد ما فكرنا خلاص في النية من كل الابعاد، ازاي بقى احط النية والخطوات اللي امشي عليها ما بعد النية؟ بص انا رأيي ان انت تبتدي بالتدريج، يعني ما تجيش في يوم كده وتقول انا النهارده هغير كل النوايا بتاعتي، انا هغير اشوف انا بذاكر ليه دراسيا، انا بشتغل ليه مهنيا، انا ليه مصاحب ده، انا ليه بعمل كده. لا، انت تبتدي تاخد الموضوع بالتدريج، تفكر فيها واحده واحده، وتبتدي تشوف النية بتاعتك دي. تفكر مثلا في نية مثلا الدراسة، انا بذاكر ليه، وتبتدي تحط النية بتاعتك وتبتدي تطبقها واحده واحده. ما تغيرش كل حاجه مره واحده، انك صعب تتغير 180 درجه من مره واحده. فاهمني ازاي؟ جميل. طب بعد ما حطيت النية خلاص في الدراسة وكده، ايه احنا قلنا ان النية بيتبعها الهدف، ازاي بقى امشي في الهدف ولا هعمل ايه؟ بص هو في حاجة مهمة أوي نذكرها اسمها الجول بيراميد، تمام؟ هي دي بتساعد أوي في إن أنت تحقق النوايا بتاعتك وإن أنت تفضل مركز والموضوع يكون منظم بشكل أكبر. طب ايه هو الجول بيراميد ده؟ بص هو ببساطة يعتبر حاجة أنت بتحدد وتنظم بيها أولوياتك، فاهمني؟ وليها تقسيمة كده أنا حابب أقولها لك، اللي هي إن أنت بتبتدي أول حاجة في مرحلة اسمها مرحلة المهمة، اللي هو أنت بتحط فيها الأهداف بتاعتك طويلة المدى، اللي هو أنا عايز أحققها في النهاية خالص، تمام؟ على سبيل المثال مثلا السعادة، المساهمة، التعلم، الحاجات اللي زي كده. بعد كده تاني مرحلة بتبتدي تخش على مرحلة اسمها مرحلة المشاريع. المشاريع اللي هي بتكون حاجة مهمة في حياتك، تمام؟ بتشكل مهمة حياتك واللي هتساعدك ان انت تحقق النية دي. يعني على سبيل المثال المدرسة، الوظيفة، أعمال تجارية، أسرة، صحة، الحاجات اللي زي كده يعني، فاهمني؟ بس بعد كده بقى تالت مرحلة وهي مرحلة التاسكات، اللي هي مهام انت حاسس ان انت محتاج تنفذها عشان يكون الناتج النهائي بتاعك اللي هو مشروعك يكون ناتج ناجح، تمام؟ وبرضو رابع مرحلة هي متعلقة بتالت مرحلة، وهي مرحلة التاسكات الأصغر أو ممكن نقول عليها السب تاسك، تمام؟ واللي هي عبارة عن مهام صغيرة وبسيطة مش هتاخد منك دقايق معدودة، فاهمني؟ بس في نفس الوقت هي ضرورية قوي علشان انت تنفذ التاسك الأكبر بتاعتك. وتفتكر ليه ممكن نستخدمه في حاجة زي كده؟ هو الجول بيراميد زي ما انت قسمته 4 مراحل، فهو انا شايف ان فيه برضو 4 فوائد رئيسيين منه. اول بوينت هو ان هو بيخلي نيتك واضحة قدامك طول الطريق. انت دايما فاكر وفي دماغك انت بدأت ليه وكنت ماشي في الرحلة دي ليه وكده. تاني حاجة هي ان هو بيخليك متحمس للعمل، زي ما انت بتقول كده ان انت بتبدأ بالهدف الكبير فبتبدأ تقسمه تاسكات صغيرة. فانا كل يوم وانا بعمل التاسك الصغير اللي عندي النهارده ده، انا ببقى عارف ان هو في الاخر هيوصلني لايه، فانا عندي حماس ان انا اوصل للاخر. عشان كده قلنا ان الحماس هو الهدف، سبب رئيسي في تالت حاجة، وهي ان احنا
نتقدم بشكل اسرع. زي ما لسه بقول ان هو انت بتعمل حاجات صغيرة، ولو تفتكر كان في حاجة كده اللي هو التقدمات الصغيرة ايوه بتصنع اسمه الفارق. كده. اخر بوينت، البوينت الرابعة زي ما قلت ان هما في 4 حاجات رئيسيين ممكن يكونوا جم في دماغي على طول. ان هو بيخليك مستمتع لانك بتشوف كل تقدم صغير برضو، بتاخد خطوة بتقربك اكتر لهدفك وكده. ايه ده، برافو، يعني ما كنتش متوقع ان انت تجيبهم كلهم صح كده. ايوه بالظبط، هو احنا فعلا بنستخدمها عشان كده. احنا ممكن نكون حاسين ان احنا بعدنا شوية عن موضوعنا تقريبا الرئيسي يعني. وتصحيح النوايا وكده، بس كويس اوي، كويس ان احنا نتكلم في بوينت الاهداف، وهي حاجة مرتبطة قوي بالنوايا. فخلينا نعرف الاكتر ازاي طيب نحدد هدفنا ونرجع تاني لتصحيح النوايا بعدها. قالوا في سؤالين مهمين قوي ان نسالهم قبل ما نحقق هدفنا لنفسنا، وهما ازاي وليه. ازاي؟ ليه؟ بص يا سيدي، عشان نجاوب عليهم هنحتاج نعمل 5 خطوات بالظبط. تمام. اول حاجه انك تبتدي تحدد نواياك، بعد كده تقسمها لكاتيجوريز مختلفه حسب كل حاجه، مثلا سواء كانت اجتماعيه، كانت دينيه، مهنيه، والحاجات دي كلها. تمام. بعد كده نخش على تالت حاجه، ان انت تبتدي ترتب اولوياتك لكل حاجه، شوف يعني ايه الاهم ايه الاقل اهميه وهكذا. تمام. بعد كده رابع حاجه، انك عشان تعرف تعمل ده بقى هنا يجي رابع بوينت، وهي ايه؟ انك تسال نفسك ليه عاوز ده وليه دي اهم حاجه، وتفسر كل حاجه كتبتها في ال3 نقط اللي فاتوا، وتجاوب بقى على السؤال ده. خامس حاجة والأخيرة اللي هي في النهاية، أنت هتقول لنفسك بقى إيه، إزاي أوصل لكده وإزاي أحقق ده أساسا. طيب عايزين بقى نخش على نقطة تانية، وهي نتكلم عن معنى الأهداف شوية. والأهداف دي أصلا اللي هي الحاجة اللي بنحطها أو نعملها بعد ما بنحط النية على طول. طيب أنا عندي سؤال ليك، هو حد سأل نفسه قبل كده يعني إيه الهدف والشغف وإيه الفرق ما بينهم؟ في عدد كبير قوي من المقالات والكتب والابحاث شفتها عن اهمية تحديد الاهداف سواء لافراد او مؤسسات او كده. بس اللي لقيته مشترك بين كله هو فكرة ان كله اجمع ان الهدف مش كفاية او مش هو الاهم. لقوا ان الاهم من الهدف هو ان يبقى فيه ارادة او الشغف اللي هيحركني. حتى كان في جملة كده بتقول ان الشغف هو الوقود والمحرك لتحقيق الاهداف. يعني انا لو عندي هدف بس انا مكسل او مش قادر اسعى ليه او كده، فزي قلته مثلا. بالظبط، يعني مجرد ما يعرف الإنسان شغفه هيسهل عليه تحديد الهدف بتاعه، بل هيحققه كمان، فاهمني؟ علشان كده لازم كل حد فينا يبذل مجهود كبير قوي كمان في انه يعرف شغفه الحقيقي وان هو عايز يكون فين بعد كده، فاهمني؟ ف يعني انا مثلا كتير من طلاب الجامعه يبقى كل هدفهم اللي هو انا عايز اخش كليه كذا، وهو ده بقى كل هدفه، اللي هو انا ما عنديش هدف تاني خالص، انا عايش بقوم واصحى وانام عشان اخش الكليه دي بس. تمام. وساعات برضه ممكن يكون الدافع بتاعهم هو الاهل، اللي هو انا اهلي عايزيني اخش كذا او حاجه زي كده، او عايز ابقى دكتور بقى عشان البرستيج والكلام ده كله، فاهمين؟ وبيكونوا مقتنعين ان ده فعلا هدفهم، لكن الحقيقه هي فعلا لا، بتكون غير كده خالص. والمشكله كمان ان احنا مش بندرك الحقيقه دي غير بعد فوات الاوان. بالظبط. وكمان السعادة الحقيقية هي في ان انت تكون بتعمل الحاجة اللي انت بتحبها. يعني برضو نقول مقولة كمان اذا اردت ان تكون في اجازة دائما اشتغل في المجال اللي بتحبه، ببساطة كده. عشان لما تبقى بتعمل حاجة بتحبها وعندك الشغف ليها هيبقى الموضوع بالنسبة لك ممتع وترفيهي، كأنك واخد بريك. يعني انت دلوقتي مثلا في الكلية، شوف ممكن يكون البريك بتاعك لما بتيجي تاخده، وناس كتير من زمايلنا كده ان هو بيحب يقعد يعمل ديزاين. طب هو لو اه ايوه. شغال اصلا في الديزاين يبقى هو كده شغله بالنسبة له ترفيه. ف... أيوة. اه كلام جامد قوي الصراحه. طب خلينا بقى نرجع موضوعنا الاساسي اللي هو النوايا. هو احنا فعلا زي ما انت كنت قلت لي قبل كده ان احنا بنعمل حاجات كتير بنوايا غلط، او بننسى النوايا الرئيسيه، بقى بننشغل في الحياه بتاعتنا وبنبتدي ننسى اساسا النية بتاعتنا. هو للأسف تقريبا أكتر من نص الحاجات اللي الإنسان بيعملها بيكون ناسي هو كان بيعملها ليه أصلا، ولما بدأ كده كان ليه. او زي ما بيقولوا كده، سهل تقرر وسهل تحدد بس صعب تفضل على مبدأك. جامد ده. يعني من البداية خالص، من اول ما احنا عايشين ليه اصلا وايه نيتنا، والاسئلة اللي انت كنت بتسألها في اول في الانترودكشن بتاع الحلقة. ايوه كده. لازم نقعد مع نفسنا كده ونشوف احنا ايه الدنيا وعايشين ليه وبنعمل كل ده ليه اصلا. هل عايز ابقى سعيد، ولا عايز اوصل للجائزة الكبيرة في الاخر ان انا ادخل الجنة، ولا عايز اشتغل وخلاص كده بلا هدف، ولا ايه؟ طيب في سؤال جه في دماغي دلوقتي، هو ايه النية من الشغل اصلا؟ يعني هو احنا بنشتغل ليه اساسا؟ هل هو مثلا تعمير في الارض زي ما ربنا امرنا، مساعدة للغير، عايزين نجيب فلوس ونصرفها وخلاص؟ وطيب احنا طيب برضه بنذاكر ليه؟ هل عشان نشتغل بأعلى مرتب، ولا عشان طلب العلم والمعرفة؟ بالظبط. هو احنا دلوقتي تقريبا سألنا اكتر 3 حاجات ممكن نكون معرضين ليها في حياتنا كلها. اتكلمنا من اول عايشين ليه وبنشتغل ليه وبنذاكر ليه.
فدول تقريبا 3 حاجات اللي بنعملهم يوميا، لو عدلنا نوايانا فيها ممكن لو نيتنا صح فعلا هناخد أجر عظيم قوي. وكمان نيتنا في الحياة ممكن يعني هي ما بتبقاش حاجة واحدة. احنا ما ببقاش مثلا عايش عشان انا عايز اوصل لكذا، لا انا ممكن ابقى نيتي ان انا دينيا عايز كذا، وثقافيا عايز كذا، اجتماعيا عايز كذا. بس طب ما تقول لنا كده شويه من نواياك في الحياه. يعني انا مثلا شخصيا من وانا صغير كان عندي كام حاجة كده ماشي بيهم في حياتي، برضو كنت مكررهم مع نفسي، يعني بحاول دايما افكر نفسي بيهم. اول حاجه مثلا، يعني احنا عارفين اكيد ان احنا بنسعى عشان الجنه وكده، بس في بوينت بننساها قوي واحنا بنسعى عشان الجنه، ان احنا خلقنا لتعمير الارض. ففكره ان انا ابقى بعمل حاجه تفيد اللي حواليا وتفيد الارض وكده، دي من جزء من فرض اللي انا عليا، حاجه من اللي انا لازم اعملها. عشان كده لما واجب عليا لما اشوف حد محتاج مساعده او محتاج حاجه انا قادر ان انا اعملها، لازم ان انا اروح من نفسي اساعد، حتى لو هو ما عرضش، وحتى لو هو مش عاوز يتعبني او ما قاليش او كده، لازم انا من نفسي اروح اساعده. علشان كده انا شايف ان احنا مش موجودين عشان نجيب فلوس ونصرفها وخلاص، او نعلي على بعض او كده. دي في رأيي انا مش اهم حاجة، او مش حاجة مهمة اوي زي ما الناس بتتعامل معاها. هي اكيد الفلوس حلوة وكل الحاجات دي، بس احنا اساسا حتى يعني لما نيجي نفكر كده، وانا بشتغل وعايز يبقى معايا فلوس كتير كتير ليه؟ عشان السعادة؟ فلا، السعادة دي اختيار تقريبا، يعني اختيار اللي هو ايه، انا قررت ان انا ابقى سعيد، او انا عاوز ابقى سعيد في مجال معين مش بالفلوس. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حلو قوي، يعني الايه دي تقريبا فيها كل الكلام اللي انت بتقوله. في تفسير الآية دي إن المال والأبناء اللي الناس بيتكبروا على بعض بيهم بقى ويتزينوا بيهم في الدنيا وكده، هما في الأول في الآخر هي حاجات، يعني هي في الدنيا بس، هي مش هتبقى لك في آخرتك. لكن إيه اللي هيبقى لك بعد كده في الآخرة بتاعتك؟ اللي هيبقى لك هو عملك بقى، سواء صلاة، صدقة، زكاة. كل الأعمال اللي أنت بتعملها في الدنيا خير، دي هي اللي تبقى لك فعلا في الآخرة، لكن مفيش حاجة تانية هتبقى لك. فاهمني؟ بالظبط، عشان كده كنت بقول احنا عايشين عشان نساعد بعض ونرتقي بالأرض، ولو شايف حد محتاج أساعده وكده، أو حد شفته مثلا مش فاهم حاجة في الدراسة، حتى لو الحاجة اللي هو مش فاهمها دي هو السؤال الوحيد اللي أنا فاهمه في المادة، مش عيب خالص إن أنا أروح أشرحه له، يعني مش هاخد رزقي. بالظبط، يعني حتى حد شفته مثلا في الشغل محتاج يتعلم حاجة، أروح أعلمها له. يعني ما أقولش ده هيترقى بقى قبلي، ما هو محدش بياخد أصلا رزق حد في الآخر. ف يعني يمكن انا برضو سبب رئيسي ان انا ابقى موجود هنا في دوس. انا ما بقاليش تقريبا شهرين او ثلاثه لسه، يعني يعتبر عضو جديد وكده. فانا سبب رئيسي من وجودي هنا ان انا لقيت رؤيه التيم بتتفق بشكل كبير قوي مع وجهتي في الحياه، ان احنا بنحاول نوجه الناس، احنا بنحاول نساعدهم ان هم يمشوا على الطريق ازاي، او يحددوا اصلا الطريق الصح تقريبا. فاهمني؟ فبس. بالظبط، زي ما على طول بنقول ان احنا مش بنقول للناس اعمل كذا هتنجح، او بنقول كلام تنمية بشرية، لا احنا بنعرض اللي قدامه كل الطرق الممكنة، وبنشيل الغبار من على عينه، او بنشيل الغبار من قدام حياته اصلا، ان هو قدامك الطرق دي كلها، انت اللي هتختار طريقك، بس احنا ممكن نقول نسهل لك في ان كل طريق بدايته ونهايته ايه، او ازاي تمشي في الطريق ده وكده. بس على ذكر الموضوع ده، مثلا ساعات الواحد بيحس ان هو ايه، انا الوحيد اللي انا بفكر في ان أنا اساعد الناس، محدش بالظبط، اه. بيهتم ان هو يساعد الناس غيري. ويجي بقى في بالي افكار شيطانيه، اللي هو طب انا الوحيد اللي بعمل كده، طب انا مش هغير العالم لوحدي. فاهمني؟ هو الحقيقة يعني أنا بشوف في الموضوع ده اللي هو ابدأ بنفسك، ولما تقنع اللي حواليك فاللي حواليك هيقنعوا اللي حواليهم، وهكذا. حتى في دعوة الرسل والأنبياء، يعني الرسل كانوا بيبدأوا بعائلاتهم وبأصدقائهم الأول، وهكذا، والدعوة بتنتشر، وفي الآخر بتآمن بالرسل. كان في قصه حلوه قوي انت حكيتها لي قبل كده، بتاعت الشط والسمكه، بتعرف تحكيها دلوقتي تاني؟ اه كان في راجل عجوز واقف على شط، كان الشط ده كل شوية ما بتيجي موجة بتجيب معاها سمك معاه، فالسمك ده كان بيموت. فهو كان واقف على الشط عشان كل ما سمكة تيجي يقوم مرجعها تاني للمية فتعيش. فجه عيل صغير قال له: انت بتعمل ايه؟ قال له: انا بنقذ حياة السمك اللي بيطلع من المية عشان يعيش وكده. فقال له: بس انت كده مش هتقدر تنقذ السمك كله، والسمك في العالم كله ما بيموت برضه من على الشاطئ. فقال له: انا صحيح ممكن ما اكونش غيرت العالم كله بالنسبه لكل السمك، بس انا فرقت في حياه سمكه واحده وغيرت العالم بالنسبه لها. اه. ف طب خلينا نرجع الاول تاني كده للمذاكره، بما ان اغلب اللي بيسمعنا ممكن يكونوا طلاب جامعيين. ما تقول لنا كده ايه نيتي كطالب للعلم؟ اهو المذاكره دي بقى بالذات، من كتر ما بنذاكر وبنمتحن كل يوم بقى، ومشغولين بقى assignment وامتحان وكويز كل يوم وكده، فاحنا دي اكتر حاجه تقريبا لازم نجدد فيها النية كل شويه.
فاهمني؟ لانك كل فتره بتيجي في لحظه من كتر الامتحانات بقى بتفكر ان هدفنا درجات وخلاص، فاهم؟ احنا حتى اوقات اغلبنا بينسى ان طلب العلم فريضه وعباده واتباع اصلا لسنه الرسول، وانها اكتر حاجه هي ممكن فعلا تساعدنا في تعمير الارض وان ننهض بمصر والامه وكده. وبرضو الابتعاد عن الغش لما ابقى مذاكر كده كده اصلا مش هيجي حد ويعني وياخد رزقي او حاجه زي كده. عاوزين نقول الكلام ده للدكاترة كمان يا عشان ريت، يخفوا علينا يا شوية. ريت والله العظيم. تعرف ان في كمان افعال كتير قوي بنعملها وممكن ما يجيش في دماغنا اصلا ان احنا ممكن نحط نية عليها ونؤجر عليها او كده، حاجات عادية خالص ممكن نكون بنعملها. بجد؟ زي ايه مثلا؟ اكيد نخرج مثلا مع اصحابي مش حاجه منهم. بالعكس، ان انت تخرج مع اصحابك مادام بتجتمعوا على البر، ومادام ان انتوا ما بتعملوش حاجة حرام وبتحبهم في الله وخارج معاهم ترويع عن النفس. اساسا فكرة ان انت تروع عن نفسك وتعرف تخرج نفسك من المود وتبقى سعيد ومبسوط وكده، دي في حد ذاتها انت بتاخد ثواب لان نفسك عليك برضو. حلو قوي بجد. وكمان رياضه الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وجزء برضه من الترويح عن النفس. طيب في ايه تاني ممكن؟ الاكل والشرب مثلا، يعني احنا بناكل ليه؟ احنا بناكل عشان ربنا قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فاصلا الاكل ده طاعة لامر ربنا، واحنا بناكل عشان جسدنا يبقى قوي زي ما انت بتقول برضو. الرياضة مهمة وكده، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، حتى إطعام نفسك صدقة. حلو. يعني تلخيصا لكل اللي احنا قلناه ده، فانت تقدر تحط نية في اي حاجة انت بتعملها، وكمان بعد كده انت اكيد اكيد ان شاء الله يعني هتاخد على النية دي ثواب لو هي النية دي فعلا كانت صادقة وكده. ولما نيجي نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، هنلاقي انه في توجيه مهم قوي بيعلمنا ازاي اننا نصحح النوايا بتاعتنا. وده بيكون بان احنا بننتظر يعني الاجر من الله سبحانه وتعالى، اللي هو احنا بنعمل الحاجة دي احنا علشان احنا منتظرين الاجر من ربنا، مش عشان اي حاجة تاني. يعني مش عشان اللي هو انا ايه اقول انا بعمل كده بعمل خير عشان الناس تقول عليا بقى ان انا ايه راجل خير وراجل محترم وجميل ما بساعدش حد عشان الناس بقى ايه تشكر فيا وانتظر الثناء والمدح والحاجات دي كلها. لا، انا بعمل كده فعلا علشان ربنا يديني الاجر، وعشان انا فعلا بعمل اللي امرنا بيه ربنا، ساعتها هتكون فعلا النية صادقة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطأنا موطئا يغيظ الكفار ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة. فقيل له كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال حبسهما العذر فشاركوا بحسن النية. يعني فعلا قد يؤجر المؤمن على النية إذا كانت خالصة دون أن يعمل، بس أكيد يكون في عذر منعه من العمل، وثوابه هيكون زي العمل بالظبط. بالظبط كده يا ياسر. يعني لو جينا نبص كمان على الصفات الستة للصحابة، هنلاقي ان اول حاجة اليقين على الكلمة الطيبة لا اله الا الله محمد رسول الله، وتاني حاجة هي الصلاة ذات الخشوع والخضوع، وتالت حاجة هي العلم مع الذكر، وبعد كده رابع حاجة هي حاجة إكرام المسلمين ومحبتهم في الله، وخامس حاجة بقى اللي هي دي يعتبر موضوعنا النهاردة، وهي تصحيح النية وإخلاصها لله والبعد عن الرياء والنفاق. تمام. وسادس حاجة والأخيرة وهي الدعوة إلى الله والخروج في سبيله. فبما إن بقى دي كانت الصفات الست للصحابة اللي هو إحنا المفروض كلنا نقتدي بيها كمسلمين، فده بيبين لنا فعلا قد إيه النية دي مهمة جدا جدا. وفي كتاب حجة الله البالغة تفسير جميل قوي لقول بيقول فيه إن النية هي القصد والعزيمة، يعني العلة الغائبة التي يتصورها الإنسان فتبعته على العمل، زي طلب ثواب من الله أو طلب رضا من الله. ده معناه إن العمل مش هيكون ليه أثر في تهذيب النفس وإصلاحها إلا لو كانت النية خالصة لله تعالى زي ما قلنا. طيب هيجي في بالنا دلوقتي بقى سؤال، اللي هو أنا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى، تفتكر بقى إيه المفروض اللي أعمله بعد كده بعد ما أخلصت النية؟ زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لازم إن أنا أخلص في العمل وأعمله بكل ضمير، أو أي حاجة أنا بعملها مش هتطلع بصورة كويسة أو حد مش هيستفيد منها إلا إذا أنا أخلصت فيه فعلا، هو ده سبيل النجاة. طيب إحنا بنتكلم نصيحة بقى ونقول النية النية النية، كلمنا بقى أكتر عن محل النية. وكمان بما إننا بنتكلم عن واجب إتقان النية، فعاوز أقول برضو إن النية محلها القلب. الإخلاص في النية هو أمر بين المخلوق والخالق، يعني بيننا وبين ربنا، حتى الملائكة مش بتتدخل فيه.
في حديث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وفي تفسير الحديث إن هيجي يوم القيامة ناس معاهم حسنات كتير قوي، فربنا هيقول لهم إلى أين؟ فالملائكة هتقول له: يا رب معاهم حسنات كتير قوي. ربنا يرد يقول لهم: انتوا كنتوا شهداء على ظاهرهم بس، الأفعال اللي كانوا بيعملوها باينة من بره، اللي هو الصلاة والصوم والزكاة وكده. ف لكن ربنا أعلم بنواياهم. زي مثلا لو شخص عالم كان بيعلم الناس عشان يتقال عليه ان هو عالم وكده، فهيجي يوم القيامة ربنا هيقول له: انت كنت تعلم الناس كي يقال عنك انك عالم، وقد قيل فاذهبوا به الى النار. وبرضو على فكرة بنفس المبدأ، برضو لو حد كان بينفق صدقات عشان يتقال عليه بقى ان هو بيتصدق وكريم وكده، فبرضو يلقى الى النار، لان هو بس يعني هو كان بيعمل كده مش عشان يرضي ربنا ويعمل ربنا عليه، لا، بيعمل كده بس عشان الناس تقول عليه ان هو شخص كويس وبس. وحاجة كمان، بما ان احنا ذكرنا العلماء من شوية، فلازم نخلي بالنا او نبقى في نيتنا ان العلم عبادة ومن افضل العبادات واجلها. كمان ثواب العلم ممكن يكون من ثواب الجهاد في سبيل الله، زي ما في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه عليه الصلاة وسلم: والسلام. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنت متخيل بقى رأفت أهمية الحاجة اللي احنا بنعملها دلوقتي، وأهمية إن احنا نبقى مخلصين لوجه الله، وهنكسب فيها قد إيه ثواب. وفي برضه جزء مهم لازم نتكلم عنه، وهو إن احنا معظمنا تقريبا أغلب وقتنا مشغولين ما بين مشاريع وتاسكات ومذاكرة، ولو حد بيشتغل جنب الدراسة أو كده. فلازم نسأل نفسنا: هل ده يخلينا نسيب الدين أو نهمل فيه على حساب مذاكرتنا؟ الحقيقة لأ. ولازم برضه نبقى مدركين إن المذاكرة دي هي جزء من العبادة، يعني زي ما احنا قلنا من شوية، ونخلي نيتنا زي ما قلت برضو ان احنا بنذاكر عشان نرضي ربنا وعشان ننفع الناس بالعلم بتاعنا، مش عشان حاجه. وبرضو احنا عايزين برضو نبقى ناس احسن في نفس الوقت، يعني الاتنين مع بعض. بس اهم حاجه ان احنا نيتنا ده ان نرضي ربنا بس، تمام. وفي سؤال مهم برضو لازم نساله لنفسنا، ان احنا مثلا لو عندنا شخصين، شخص مثلا سين ده بيذاكر بس حياته كلها مذاكره حرفيا، ما بيعملش اي حاجه تاني في حياته خالص، مم. وعندنا شخص تاني اسمه صاد. الشخص ده هو بيذاكر ومهتم بمذاكرته، بس في نفس الوقت هو حاطط واجباته الدينيه قدام عينيه ومش بيهملها، يعني بيوازن بين الاتنين. يا ترى انهي الاتنين واحد، انهي احسن؟ أكيد طبعا الشخص التاني اللي قادر يوازن بين العمل والعبادة. طيب لو شخص ما بيعملش اي حاجه غير بيعبد ربنا 24 ساعه بس، ما بيذاكرش ما بيشتغلش اصلا؟ وفي نفس الوقت ما يكونش يعني الشخص 24 ساعة عبادة بس بدون عمل يعني. في قصة كده كان لازم الأول أحكيها قبل ما نتكلم في الموضوع ده، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الرسول دخل المسجد على راجل، فلقاه مش بيغادر المسجد خالص ودايما في المسجد. فالرسول سأله: مين بينفق عليك؟ فقال له: أخي. فالرسول قال له: أخوك خير منك. وده يدل على إن ما ينفعش يبقى في عمل بدون عبادة، أو عبادة بدون عمل، لازم يكون في موازنة. بس تفتكر يا رأفت إزاي ممكن نقدر نوازن بين العمل والعبادة؟ بص، هو الحقيقه احنا مش هنعرف نوازن بين اعمال الدنيا واعمال الاخره الا لما نعمل بالحديث ده. هو ما رواه البخاري ان سلمان قال لابي الدرداء رضي الله عنه وهو يعظه: ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. بالظبط، عشان كده لازم ندي كل حاجة حقها، وإن نكون دايما حاطين في دماغنا إن إحنا موجودين في الدنيا عشان طاعة ربنا. حتى وإحنا بنعمل حاجة عمل دنيا زي ما بنقول، نبقى برضه حاطين في نيتنا إن إحنا بنعملها عشان ربنا، عشان نعمر الأرض أو نفيد الأمة أو نفيد اللي حوالينا، أو حتى نبقى إحنا نفسنا سعداء ونبقى بنحافظ على البدن وجسدنا وكده. وزي ما قلنا من شوية، هي دي الأساس، وبعدها بيجي أي حاجة تانية هي النية.
يعني انا بذاكر عشان ارضي ربنا، وبسمع كلام اهلي عشان بر الوالدين، وهكذا في اي حاجه في حياتي. عشان كده لو عودنا نفسنا وجددنا النية كل شويه، نسبه انشغالنا بامور الدنيا هتقل، او هنبتدي ما نتشغلش عن العباده بسبب المذاكره او اي حاجه تانية. بس الفكره يا رأست، هل الاخلاص في النيه او اني نصححها بالسهوله اللي بنتكلم بيها دي؟ لا لا، اكيد لا. بالظبط. في رجل من العلماء قال: اثنتان انا اعالجهما منذ 30 سنه، ترك الطمع فيما بيني وبين الناس، واخلاص العمل لله. وقال في بعض العلماء قالوا: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم من أعمالهم. بمعنى أن هو لو حابين أن لو في جزء من العلماء يخصصوا حياتهم كلهم ان هم يكونوا بيعلموا الناس بس قصدهم ايه من كل حاجة بيعملوها ونيتهم ايه وكده. كلام جميل قوي. وتصحيح النية هو صعب ومحتاج اجتهاد على النفس، ومش هيجي من يوم وليلة خالص. لا، هو فعلا لازم تعمل مجهود كبير قوي، ولكن الفكرة هي ان اجره عند ربنا عظيم جدا. فلما تبص المجهود، انا هبذل مجهود كتير، بس قصاد كده انا هيبقى اجر عظيم جدا عند ربنا، فهو فعلا هو يستاهل جدا. تمام. بس عايزين نفتكر برضو ان الدنيا دار ممر، وبرضو انها مزرعة للدار الباقية. والعمل لله لا يمنع من اعمال الدنيا، فيعمل العبد في الدنيا ويحتسب العمل عند الله، ويتقوى بعمل الدنيا على اعمال الاخرة، فيجمع بين سعادة الدنيا وراحتها وسعادة الآخرة والفوز بالنعيمة. ختاما، أنا حابب أشكر محمد ياسر على الحديث الرائع دوت. اتشرفت بوجودي معاك وكنت سعيد جدا. حقيقي كان حديث مثمر جدا، وأنا حابب برضو أشكر الناس اللي سمعوا البودكاست، وأتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعجبكم. وإن شاء الله استنونا بودكاستات قريبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.